منتجع كبير، منتجع شناص، لكن ما الرؤية الأخرى المجاورة لهذا المنتجع؟ وأنا أقترح أن الذين يملكون أفكار إيجابية لتنمية السياحة كإقامة نوادي للدراجات البحرية أو نوادي للدراجات الشاطئية التي تمر على الرمل، أن يخصص لهم أراضٍ أو إمكانية تحويل أراضيهم التي يملكونها حول هذا المنتجع إلى أراضٍ سياحية يتمكنون من القيام بمشاريع صغيرة ومتوسطة ترفد جانب السياحة. لأننا من تجربة، نحن عندما نريد أولادنا أن يستمتعوا ببعض مثل هذه النشاطات أو الرياضيات نخرج خارج البلد، لا يتوفر لدينا أي نوادي من هذا النوع. الأمر الآخر معالي الوزير، الرؤية 2020 كانت تحدد أن السياحة سترفد موازنة الدولة ب6%، والآن حسب التقرير أنها ترفد 2.7%. على أي أساس تم احتساب 6% هذه؟ هل على التقديرات السابقة لأسعار النفط أم على التقديرات الحالية؟ وما مدى القدرة للوصول إلى هذه النسبة في ظل التطورات وارتفاع سعر البترول؟ معالي الوزير، شركة عمران. لا، عدم تكرار الأسئلة اللي سئلت. ما نسبة المساهمة أمس سئل السؤال وجاوب عليه معالي الوزير، نسبة مساهمة قطاع السياحة، ما هي المكونات الحقيقية لمساهمة؟ لا، أنا ما أسأل عن المكونات، أنا أسأل عن بالضبط على أي أساس تم الاحتساب. شركة عمران الآن عندنا شركة تابعة لوزارة السياحة، لا يوجد أي تفاصيل عنها. نريد تفاصيل، نطلب تفاصيل دقيقة. تبعث وزارتكم الموقرة من فضلك معالي الوزير تفاصيل دقيقة عن شركة عمران، استثماراتها، رؤوس أموالها. احنا نعرف ان 137 مليون، تصور يا معالي الوزير ان 137 مليون لو وزعت فقط على كل محافظة 10 مليون لإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، نجد اليوم بنية سياحية 539. ما مشكلة، حطيها 5 مليون، وزع 5 مليون ريال عماني على المحافظات وطور بها مشاريع سياحية ذات جذب سياحي، على الأقل السياحة الداخلية، لأنك أنت عندك فاقد كبير في السياحة الداخلية. هناك ملاحظة من بعض الأعضاء، عفوا لابد أن أقولها، يقال لابد من تطوير الكادر الإداري في وزارتكم الموقرة ليتناسب هذا الكادر الإداري مع طموحات التخطيط المستقبلي لأن تكون لدينا صناعة سياحة. بغيت سامحني أن يعني أعقب على كلمة أنت قلتها. قلت كلمة، هما كلمتين. الكلمة الأولى قلت بأن لا توجد لدينا لحد الآن في عمان صناعة سياحة، وأنا يصيبني الأسف إن وزارة من 9 سنوات، وأنا ما ألومك أنت، وأنا أقدر لك هذه الصراحة وأقدر هذه الأخلاق العالية ويعجبني أسلوبك وصوتك الراقي، ولكن أقول أن هذا يقع كالكارثة على المجتمع العماني. هذه الوزارة أعطيت موازنة في خلال 9 سنوات صرفت بالملايين، لو وضعت للبنية التحتية لكان أفضل إذا إحنا بعد 9 سنوات ما عندنا صناعة. ثم قلت بالأمس تابع الكذاب وأنت حاشاك إن شاء الله، ولكننا تابعنا، ولا أقول كذابين بإذن الله، هم مجتهدون فأخطأوا، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم أجرا واحدا، وإن كانوا قصروا متعمدين فعلى أجهزة الرقابة في الدولة أن تحاسبهم. ما نستطيع أن نتابع أحد، نريد أشياء واقعية على أرض الواقع. تابعنا بعض الناس فوجدنا أن أموال الدولة أهدرت، وتابعنا آخرين فوجدنا أن أراضٍ ضيعت، وتابعنا آخرين فوجدنا أن أموالا لم تقسم بالشكل الصحيح. والحكومة عندما تولينا الثقة يجب أن نكون قدر هذه الثقة ببرامج واقعية معالي الوزير.
برامج واقعية على أرض الواقع. نريد خطط واضحة وبينة نستطيع الاعتماد عليها لننمي بلدنا عمان. شكرا سعادة الدكتور. فيما غير جيد هي هذا غير جيد هي هذه غير جيد هي هذه الاستراتيجية كالمثلث تربط الحكومة بالقطاع الخاص بالمجتمع. فمن هنا يعني شمولية هذه الاستراتيجية، شمولية مشاركة من سوف يشرف على هذه الاستراتيجية. من هنا يأتي الوقت اللي البعض رأوا فيه بأنه وقتا طويلا، ومن هنا جاء الاهتمام أهمية أن تكون الأرقام دقيقة فيما يتعلق بالبيانات. يعني إن شاء الله هذا الموضوع جميعا سوف نعمل، وأراكم أنا ممكن حتى أوافيكم بما تم فيما يتعلق بالاستراتيجية، أن تبدوا فيه رأيكم سواء فرادى أو بالكامل. فيما يتعلق بموضوع السياحة الداخلية، واللي حقيقة فيها الكثير من علامات الاستفهام، وما ذهبت إليه فيما يتعلق بشناص ولوى، أنا حتى أشوف القائمة أشوف لوى ما في مشروع سياحي، يعني حتى أنا أقول لك الصراحة يعني لم أرى أي مشروع. من هنا أنا البارحة لما تحدثت عن الصلاحية، هي الإشكالية بعض الأحيان إحنا لما نتحدث عن المنافسة وتعال تقدم بمشروع، سوف يأتي من ينافسك يعني في منطقتك في ولايتك، بينما نترك صلاحية لدى الوزير بالتنسيق مع المحافظات أو الولايات. ما هي الأراضي الموجودة؟ ما هي الأراضي المطلوبة؟ ما هي المشاريع؟ هذه المشاريع مشاريع حقيقة جاذبة وغير مكلفة، غير مكلفة حتى اللي ذكرتها، مناطق يعني قد يكون رملية لاستخدام الدراجات والدراجات البحرية. أنا هذا يعني من هنا أعتقد سرعة القرار مهمة لتغطية هذا النقص، وسوف يتم بناء يعني حاسبوا راقبوا، وعاد أنتم تتحملوا المسؤولية إذا جاء حد زعل عليكم قال لكم ليش أعطيتوا فلان ليش ما أعطيتوا فلان. الكل يتحمل مسؤولية في هذا، وهذا يعني يعمم على جميع الولايات حقيقة والمحافظات. فيما يتعلق بمساهمة قطاع السياحة، حدد في الخطة في الرؤية الاقتصادية 2020 المستهدف الوصول إليه مساهمة قطاع السياحة 3%، وكان على اعتبار أنه قطاع السياحة هو مجرد المطاعم والفنادق، واللي تحدثنا فيه البارحة بأن لماذا تغير، وكان على سعر ثابت للنفط حوالي أعتقد $45، لا يحضرني الرقم. نعم في 2020 بعد 95 حط لنا 45. لا ما أنا سألتها سؤال 17 قد يكون أنت أدق يعني هذا إيه أدق أنت في هذا. أنا الرقم اللي وصلني لما سألت حقيقة قيل لي هذا 95 إيه 45. لا إنه للخطة للرؤية كاملة، للرؤية الكاملة، لأن لابد من تثبيت السعر. أخ توفيق أنا أتكلم مش عن السعر في ذاك الوقت على كل أنهي هذا. بعد إدخال الأنشطة الأخرى اللي هي من مكاتب سفر سياحية وغير ذلك من عام 2005 واللي شرحت البارحة، ظهر طبعا ارتفع مساهمة النفط في الاقتصاد. كان تقريبا في عام 2009 إنتاجنا 700 حوالي، أنا دائما يعني حتى لا أحاسب على رقم 774، في عام 2010 850 ألف برميل،
ووصلنا إلى 941، وهذا تلقائيا يقلص من نسبة القطاعات الأخرى. فلذا في عام 2009 كانت النسبة بالنسبة لقطاع السياحة 2.8 إلى 2.4، ونزلت إلى 2011 إلى 2.1. ولكن ما معنى ذلك أن ما يوجد نمو، وهذا الأخوان الاقتصاديين يعطونا فكرة أوسع في هذا المجال. وهذا هو هذا الأرقام يعني الموجودة عندي. فيما يتعلق بعمران، تحدثت عن عمران، أنا سوف أوافيك بكل شيء، المعلومات متوفرة، سوف أوافيك بكل شيء، ما لا توجد. ولكن أنا لم أرغب في الحديث عن عمران على اعتبار بأن الآن لست مشرفا على عمران. للمعلومية بس فقط، بالنسبة لعمران الأخ رئيس تنفيذي أنا كلمني رئيس تنفيذي لعمران، وحقيقة هو بنفسه يرغب بأنه يعطي كافة التفاصيل والبيانات للإخوان في اللجنة الاقتصادية، فقال حددوا لي أي موعد تشوفه مناسب وأنا مستعد أني أوافيهم. رئيس تنفيذي لشركة، والمهندس وائل لواتي. نعم. فيما يتعلق بالكوادر أنا معك، ولكن بعض الأحيان لنقل الحقيقة هنالك إشكاليات إدارية، قانون يجب أن يطور، هذا عملية التحريك من هنا وهنا ليست بسهولة، هذه اللي يجب أن تكون وفقا للنظام وفقا للقانون، ونحن مدركين لهذا الشيء. فلا بد من النظر في أنظمتنا وقوانيننا لتمكن من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وشكرا سعادتك. معاليك احنا نريد دعم منك، لأن احنا عندنا مناطق سياحية حقيقة رائعة، مثلا منطقة الزهيم وبات، وهذه المناطق الآن من حوالي 16 سنة والأهالي يطالبون، والآن نحن نطالب بشارع. المتبقي للزهيمي 12 كيلو فقط من الشارع. حتى ولو إنسان عمل شركة سياحية للترويج السياحي لهذه المناطق، لا يمكن مطلقا أن يستطيع أن يقدم خدمات صحيحة لصعوبة الوصول إلى هذه المناطق. فإحنا طالبنا بشارع، يعني أنتم وضعتوا على دوار لواء لائحة كبيرة بلون السياحي منطقة الزهيمي، لكن من يستطيع الوصول إلى هذه المنطقة؟ وأنا تحدثت مع وزير البلديات، وتحدثنا مع وزير النقل، وتحدثنا مع جميع الوزارات التي لها اختصاص بأنكم تقولون لنا أن هنا منطقة سياحية. طيب كيف نصل إلى المنطقة السياحية ولا يوجد لها شارع 12 كيلو؟ الحكومة لا تستطيع أن ترصف شارع. ومن هنا بما أنكم أنتم تحددونها بأنها منطقة سياحية، توجب عليكم أن تدعمون أيضا برسالة لعمل هذا الشارع. الآن والله منطقة بات في عميق جدا، لو أقيم جسر معلق على هذا الوادي لجذب كثير من السياح، لأن منظر جميل جدا، منظر رائع بين الجبال، منظر كأنك في مناطق الهيمالايا. فنتمنى يعني أنكم تزورونا إذا تريدوا تتأكدوا. في ولاية لواء، في ولاية لواء. طيب واضح. نعم، ولاية